الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل ما تقول القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا بد في هذا الحال أو عند هذا السؤال أن يعرفنا السائل عن أنواع هذه الإعلانات، فإذا كانت خالية من أي محظور شرعي، سواء ما تعلق بالصوت أو الصورة، إعلان من غير موسيقى، وإعلان من غير صور محرمة، وإعلان لغير أمور محرمة سواء كانت سلع أو غيرها، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما إذا كان في الإعلان ما هو محظور شرعا كالأمور المتعلقة بالتصاوير المحرمة لذوات الأرواح وما إلى ذلك، أو في الإعلان موسيقى أو فواصل موسيقية، وهذه تقريبا لا يخلو منها إعلان في الغالب والعلم عند الله، أو إعلانات لمواقع فيها الأمور المحظورة، أو إعلانات لسلع محرمة أو ما إلى ذلك. فحكم هذا الأمر متوقف على معرفة تفاصيل هذه الأمور. إذا خلت هذه الإعلانات من جميع أنواع المحرمات فإنه لا حرج في ذلك، لا حرج في أن ينتفع المسلم بما تدره عليه هذه الإعلانات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد تكون في هذه الإعلانات مثلا الأمور التي يتجاذبها الأمران، يعني فيها استعمال في الحرام وفيها استعمال في الحلال، مثل هذه الأمور يمشي فيها على قاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله جل في علاه.